اللايك ده ابن والاشتراك. ادم ما عنديش غيره الحمد لله. ودي زي ما قلت لكم الحاجات المدرسيه، الادوات المدرسيه بتاعته والهدوم وكل حاجه، ودي اول سنه نجيب الحاجات دي كلها. ما تنسوش اللايك والاشتراك وكمان زر الجرس. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وبعد لف 3 ايام عن رحله البحث للادوات المدرسيه، اخيرا جبت الادوات المدرسيه كلها في 3 ايام لطفل واحد. والله يكون في عون بجد كل ام عندها طفلين وثلاثه. انا طفل واحد وبقالي 3 ايام بلف عشان اجيب له الادوات المدرسيه، لان هو حاليا في سنه تانية داخل تانية، والسنه اولى يعتبر ما جبناش اي حاجه، اللي هو طقم للمدرسه كده وعدينا الدنيا وشنطه وخلاص. طبعا ما جبتلوش شنطه السنه دي، بس الشنطه بتاعته سليمه وزي الفل. وطبعا شايفين الشنط غاليه جدا، فما دام عنده شنطه ما راحش بيها غير يوم واحد والشنطه بحالها، ليه نجيب شنطه تانية؟ الحاجات طبعا غاليه، وطبعا كنا عايزين نجيب لهم كل حاجه ونلم كل حاجه. فانا فضلت الف 3 ايام، تعبت جدا بس الحمد لله. واخيرا جبت كل الادوات المدرسيه بقى، من اللانش بوكس لللبس للادوات المدرسيه نفسها، كل حاجه الحمد لله. وهشارك معاكم في الفيديو ده الادوات المدرسيه بتاعت ابني، وبصور معاكم الفيديو يوم الجمعه، يعني هحاول انزله في نفس اليوم. لو مش كده هينزل يوم السبت. لو نزل يوم الجمعه اللي هو بصوره معاكم فيه، فاحنا عندنا مدرسه يوم السبت اللي هي بكره. يلا بقى نبتدي باللبس الاول. المدرسه بتاعته بيلبسوا اللون ده اللي هو اللبني صريح، يعني مش تركواز ولا اي حاجه. اهو الياقه لونها كحلي والاساور بتاعته ظبطته له بس عند الخياط، عشان انا بحب الحاجه تبقى اكبر على مقاسه شويه. وده كمان البنطلون. طبعا هو كان باستك هنا بس كان طويل عليه، فرحت وديته الخياط، الاستك اصلا بيضايقه، فخليته شال الاستك كده، وفي جيب من هنا، في جيب من ورا وجيبين من هنا، وشكله تحفه. بنطلون حلو ومريح، وكمان لما ندخل على الشتاء هيقدر يلبس تحتيه اي بنطلون وهنظبط الدنيا يعني. ندخل بقى على اللي بعد كده وهي الشوز. ضروري طبعا كل سنة في المدرسة لازم نجيب شوز جديدة للمدرسة. وأيامنا طبعا كنا من الناس اللي هي بنبقى مبسوطين جدا بالهدوم الجديدة والشوز الجديدة وكل حاجة. وأنا جبت له الشوز دي، حلوة ومريحة في اللبس، وفي نفس الوقت بقى انتوا عارفين مدرسة تنطيط وهلك كتير وكده، فعايزين حاجة تعيش معانا وتستحمل التنطيط والفرق ده. وكمان بقى مدرسة ودروس وهكذا. جبت له طبعا الطقم ده اعتبر اخدته له ب 300 جنيه، وجبت له الجزمه كمان ب 300 جنيه. انا بقول لكم كل حاجه بالاسعار، طبعا الاسعار بتختلف من مكان للتاني. الجزمه زي دي انا شفتها في مكان في المحافظه عندنا يعني في دمنهور، لقيتها ب 340 جنيه. من الاساسيات قوي اللي هو الطقم والشوز وبعدين الشنطه. ودي الشنطه بتاعتنا، انا جايبه له شنطه تحفه، هي شنطه كبيره فيها كام جيب، 1 2 3 جيوب، وفيها كمان من جوه. هي بصوا تنفع على اي حد يعني. فيها من جوه كده جيب زي اللي هما لما بيبقى معانا لابتوب او كده، الشنط اللي هي بتبقى الكليات اللي فيها كده، وفيها جيبين من هنا. فالشنطة كبيرة وحلوة اكتف كده وخامتها تحفة. دي انا كنت جايباها السنة اللي فاتت في رينج 200 جنيه. طبعا كنت جايباها في الترم التاني، ما جبتهاش في الاول، ولما لقيتها بصراحة عجبتني وبتستحمل. طبعا غسلتها له وهي جديدة، وريحتها لسه جديدة اساسا زي ريحة الشنط الجديدة، مع اني غسلتها بس ريحتها لسه يعني لسه كأنها جديدة ما اتلبستش. زي ما قلت لكم هي اتلبست يوم واحد بس وما راحش بيها تاني السنة اللي فاتت. طبعا بعد معاناة ولف وقعدنا ندور على لانش بوكس كتير جدا، فانا لقيت اللانش بوكس ده حلو، خامته حلوة او حلو جدا. طبعا الخامة اللي هي ريو دي انا بحبها بجد، كنت جايبة منها ازايز قبل كده فتحفة بجد. هو معمول عليه فضائي كده، قعدنا نختار، ما رضيتش اجيب له حاجه كرتون، قعدنا اقنعه يعني بالفضائي وكده، هو اقتنع بيه وحبه اساسا. بصوا دي المواصفات اللي بتبقى على اللانش بوكس، لازم تكون على اللانش بوكس عشان تتاكدي ان اللانش بوكس بتاعك صحي. طبعا العلامات بقى اللي هو واخدها الجوده وكده، وطبعا مصنوع في مصر. في اللي هو البي بي اي فري ماشي، وفي اللي هي علامه الشوكه والكوبايه دي اللي هو بيدخل غسالة الأطباق، وبيبي اللي هو المثلث ده اللي هو 5، يعني صحي وآمن جدا البلاستيك بتاعه نضيف.
وكمان بيدخل الميكرويف. فكل المواصفات دي لما تكون في لانش بوكس بيبقى اللانش بوكس صحي وكويس جدا. اللانش بوكس بتاعي ده انا جبته ب55 جنيه. بصوا هي الفتحة بتاعته اهم حاجة عندي، اللي هو يعرف يفتحه ويتحكم فيه، شايفين؟ ولونه كمان تحفة. هو كان فيه كذا لون بس انا بحب اللون ده قوي للولاد يعني، واخترناه سوا. بصوا بصوا بقى، شايفين ايه الجمال ده؟ دي الشوكة، دي المعلقة والشوكة، وفيها في الطرف كده زي سكينة عشان لو هيقطع بيها فواكه او حاجة اهي. خامتهم تحفة قوي، وكمان بيتركبوا الاتنين في بعض كده ويتحطوا في اللانش بوكس. التقسيمة دي بقى هو طبعا جاي يسلم عليكم كده قبل ما ينام للمدرسة، وطبعا هنصور له فيديو الصبح، هنصور فيديو بتاع المدرسة، وكمان هشاركه معاكم ان شاء الله. تعالى قرب هنا عشان تبقى. يلا اطلع، يلا يا حبيبي. طبعا اساسي جدا اللانش بوكس بتاعنا يكون متقسم. لو هنحط بقى خضار، نحط فواكه، نحط اي حاجة، وكمان متقسم من هنا، ودي من اهم الحاجات بالنسبة لي. ده هنا هنحط سندوتشات، ودي برضو ممكن نحط فيه اي حاجة، خضار، فاكهة، اي حاجة يعني. ممكن اصلا ما نستخدمش ده وممكن نستخدمه عادي، يعني ينفع للاتنين. فمن اهم الحاجات زي ما قلت لكم مواصفات اللانش بوكس، يكون لانش بوكس صحي ونضيف والخامة بتاعته كويسة، وفي نفس الوقت عشان ما يغلبناش، اللي هو اصلا يتقفل بسهولة جدا مع الاطفال وما يغلبش الطفل، يبقى فتحته وقفلته سهلة جدا. وانا مبسوطة جدا من اللانش بوكس، لان انا شفت لانش بوكس كتير جدا وقعدت اتفحصهم واشوفهم، ما لقيتهمش بصراحة بالجودة دي، وكان في اسعار مبالغ فيها والخامة ما عجبتنيش، وفي اسعار تحت خالص. فانا جبت السعر اللي هو الوسط ده، لقيته ب55 جنيه وبيستحمل وحلو جدا، وزي ما وريتكم كل مواصفاته، وفي كل الحاجات اللي بتدل ان هو صحي جدا، بلاستيك صحي، وكمان هو بيحب الفضائيين اصلا، فاحنا اخترنا الشكل الفضائي ده. الازازه بقى خالتي كانت جايبها له برضو فيها العلامه اللي هي دي بتدخل غساله الاطباق، وفيها اللي هو المثلث اللي فيه نمبر 5 او رقم 5، وهي زي ازازه كده عادي بتتفتح عادي، وهي زي 500 ملي يعني نص لتر، حلوه برضو. نتكلم بقى عن الادوات المدرسيه. طبعا قبل ما ندخل على الادوات المدرسيه برضو هوريكم الشرابات. جبت له 3 شرابات كده، ودولت خامتهم حلوه قوي، وكانوا عاملين التلاتة 25 جنيه. جبت له واحد رصاصي، بصوا عليه مانكي كده قرد. لا مش قرد يا ماما. بصوا عليه قرد، هو بيحب القرود دي، او مامي سنجاب، بصي. عليه ايوه سنجاب، سنجاب. عليه سنجاب، هو بيحب الحاجات دي اصلا، وخامته حلوه جدا. رصاصي. وجبت له كمان الاسود ده، اسود في رصاصي وكحلي في لبن، حلوين قوي وخامتهم كمان كويسه جدا، وجايباهم التلاتة ب25 جنيه. وبعد كده طبعا جبت له اكيد طبعا لازم طقم داخلي، انا قلت اجيب له بس طقم عشان ما كنتش لاقي حاجه كويسه، لقيت خامته كويسه فجبته، يعني جايباه في رينج 50 عليه جنيه سلاحف النينجا اللي هو انا طبعا بصور. حابب ان هو يبقى عليه سلاحف النينجا دي، اللي هو بوكسر وفانيلا، حاجه بسيطه هيلبسهم تحت اللبس بتاعه. بعد كده بقى ندخل على الادوات المدرسيه، هوريكم حاجه حاجه لاني جايبه كل حاجه من مكان يعني. ده كنت جايباه من فتح الله، ده اللي فيه اللي هي الحاجات التيكت اللي هو بيتحط على الكراسة ويتكتب عليها الاسم، ومن ورا كده معاه الجدول اللي هو بيتحط فيه الجدول بتاع الحصص. وجبت له طبعا كراسة رسم، اللي هو عشان لو عايزه يرسمه او حاجة، قلت اجيب له كراسة كده مؤقتة للرسم. وكمان مساطر، والاستيكة الجميلة القمر دي، ريحتها هي بالفراولة اصلا وريحتها فراولة فتحفة جدا، حلوة قوي. وطبعا المناديل وايبس لازم يبقى مع الطفل وايبس، دي اللي هي بتاعت وايت، حلوة وصحية وكويسة جدا. مناديل اللي هي المبللة دي الوايت. وطبعا منديل عادي برضو لازم ودي يبقى الوان. معاه. وجبت له الالوان ديت اللي هي الخشب دي، جبت له واحدة 12 لون،
برضو حلوة أوي، يعتبر لسه في تانية ابتدائي فمش عايزين حاجات اوفر. طبعا كده كده لما يطلبوا حاجة تاني هنجيبها. وطبعا جبت له المقلمة دي، هو بيحب محمد صلاح فمكتوب عليها ام صلاح. هي مقلمة بسيطة جدا، هي فيها بس البتاعة دي هنشيلها ونحط فيها الأقلام والمسطرة بتاعتنا والأدوات بتاعتنا، واخترناها موف كده عشان ألواناتها الباقية ما كانتش حلوة. دي المقلمة. ودي البراية. والبراية دي هو اللي مختارها على شكل بطيخة كده حلوة، تبري من هنا وبتتفك نفضي البري اللي فيها. شكلها كيوت قوي. دي كانت سعرها 7 جنيه، والمقلمة دي كنت جايباها ب15 جنيه. وكمان جبت له المسطرة دي بتاعت أشكال، اللي هي بيبقى فيها أشكال دواير وحاجات كده، دي كانت على أيامنا. بص أنا بحب الحاجات دي قوي. وبرده أستيكة كمان الكبيرة دي. وجبت له كده أقلام، مرضتش أجيب له دستة، يعني أنا جبت مثلا زي 8 أقلام جبتهم مشكلين كده اللي هم ينفعوا معانا عشان مش كل شوية نشتري قلم وكده. أيوة. يعني قلت أنا مش هجيب له دستة، هجيب له كده كام قلم يكونوا عندنا، اللي هو عشان مش كل شوية نشتري قلم. الحاجات دي اللي هي تكفينا حبة حلوين وكده. واخر حاجة هنختم بيها بقى الادوات المدرسية بتاعتنا وهي الكراسات. طبعا هو اختارها واحدة واحدة، اخترنا سوا. بقيت اوريله الاشكال الموجودة واحنا جبنا دستة كراسات. الدستة كانت 15 كراسة، وهو طبعا في ابتدائي بنعوز اللي هي الانجليزي، والورق بتاعهم تحفة تحفة بجد. وبنعوز اللي هي بتاعت الحساب اللي هي المربعات دي، والورق بتاعها بجد خامته حلوة ومن الورق الابيض النضيف. وكمان اساسي جدا معانا اللي هي السطور الواسعة. بصوا بقى الاشكال بتاعت الكراسات، حاجة كده قمر، توم وجيري، شجر. احنا اخترناها واحدة واحدة. والسنجاب ده السنجوب هو بيحبه قوي. وبطوط. بصوا اشكال الكراسات تحفة، منقيينها كده بالواحدة. فانا قلت اجيب له برضو دستة عشان طبعا الدروس في المدرسة. السنجوب والعربية. شايفين الورق كله، كل الكراسات دي انا جبتها 40 ورقة، والورق بتاعهم شفتوا كله الورق بتاعهم حلو قوي، والاشكال بتاعتهم تحفة. طبعا انا اخدته معايا عشان ينقي الحاجات بتاعته. وشكل العربية من هنا وفي شكل ورا كمان. شايفين دي من احلى الحاجات. احنا برضو واحنا صغيرين كنا بنحب ان احنا نختار الادوات المدرسية بتاعتنا. فانا بصراحة حتى في العيد لما بجيب له حاجة باخده معايا عشان يختار الحاجات اللي هو هيلبسها والحاجات بتاعته وبس. وكده اكون خلصت معاكم كل الادوات المدرسية. وبعد رحلة البحث عن الادوات المدرسية الحمد لله جبنا كل الادوات المدرسية، وربنا يا رب يجعلهم من الناجحين الشاطرين. وخلاص كده خلصنا الفيديو بتاعنا، وهختم معاكم الفيديو على كده، واشوفكم على خير فيديو جديد. اوعوا تنسوا تعملوا اشتراك للقناة وكمان لايك للفيديو، وقولوا لي جبتوا ادوات مدرسية ولا وديتوهم السنة اللي فاتت وكان عندهم حاجات ولا عملتوا ايه بقى. وكمان ان شاء الله سنة دراسية سعيدة علينا جميعا. باي لا باي. تعالى كده عشان الاضاءة مغمقة. قول لهم باي باي. 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 ده ادم، ده ابن ادم ما عنديش غيره الحمد لله. ودي زي ما قلت لكم الحاجات المدرسيه، الادوات المدرسيه بتاعته والهدوم وكل حاجه، ودي اول سنه نجيب الحاجات دي كلها. ما تنسوش اللايك والاشتراك وكمان زر الجرس. باي.